حصوات الجهاز البولي دي اللي بيعاني منه رجالة وستات وأطفال، فبالتالي إن الحصوات دي من الحاجات اللي هي أسبابها كتيرة أوي، من ورا مش من قدام. إنما الحصوات لو جم على الناحيتين في الكلى أو في الحالب ممكن يعملوا فشل كلوي. لو حصل التهابات في الجهاز البولي ده ممكن يأثر على الصحة الجنسية. علاج الحصوات بصفة عامة أهم حاجة فيه مكانها، حجمها، نوعها، شكلها. احنا هنتعالج من الحصوة دي ازاي؟ بودكاست مش للرجال فقط. بودكاست مش للرجال فقط. اهلا بك يا باشا. اهلا بيك. ازيك يا ابو حميد؟ كنا عايزين النهارده نتكلم بقى عن موضوع يعني هو يعني انا شايف ان هو مهم جدا عشان خاطر هو بيمس الناس كلها وفي اعمار مختلفه وملوش حاجه معينه تحكمه. هو موضوع حصوات المسالك البوليه او الحصوات بشكل عام. يعني هو الناس فاهمه ان حصوات المثانه دي حاجه وحصوات الحالب دي حاجه وحصوات الكلى دي حاجه. فاحنا حابين نتكلم عن موضوع الحصوات من كل حاجه بقى، اسبابه وطرق علاجه وازاي الوقايه منه، وحضرتك تفهم الناس كده كل حاجه بالتفصيل فيه عشان يعني يبقى ده التارجت بتاعنا في حلقه يعني. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بك يا باشا. الموضوع ده من المواضيع اللي هي بتبين فعلا ان البودكاست ده مش للرجال فقط. لان الجهاز البولي ده موجود في الرجال وفي الستات. تمام. وحصوات الجهاز البولي دي اللي بيعاني منه رجالة وستات وأطفال. تمام. فبالتالي ان الحصوات دي من الحاجات اللي هي اسبابها كتيره قوي. طب معلش، يعني حصوات ممكن تيجي اطفال اصلا؟ طبعا. يعني في اطفال كتير قوي بيجي لهم حصوات، لان من ضمن الاسباب لتكوين الحصوات ده بتبقى مشاكل جيناتيكال، يعني حاجه وراثيه، ان الكلى بتاعتهم نفسهم بتكون حصوات، او ممكن يكون عنده عيب خلقي في المجرى البول او في المثانه، فبالتالي ممكن يحصل له حصوات في المثانه او حصوات في الحالب نتيجه انها اتكونت في الكلى وابتدت تنزل في الحالب. فبيحصل في الأطفال، بيحصل في الستات، بيحصل في الكبار. بس دايما بنلاحظ ان الحصوات الحقيقه من الامراض اللي بتصيب الرجاله اكتر من الستات، لان برضو الهرمون الانثوي له دور في يمكن بيقلل نسب تكوين الحصوات. تمام. انما ده ما يمنعش ان الستات برضو بيعانوا من تكوين حصوات الكلى او الحالب او المثانه. طب هو ايه الفرق بين التلاته يا دكتور؟ يعني ايه الفرق بين تكوين حصوات في الكلى؟ مكانهم يعني الفرق. حصوة في الكلى فهي حصوة موجودة في الكلى، حصوة في الحالب فهي حصوة موجودة في الحالب، حصوة في المثانة فهي حصوة موجودة في المثانة. غالبا الكلى هي زي ما هي بتصنع البول، هي ممكن يكون برضو هي اللي بتصنع الحصوات. فبالتالي يعني ممكن لو حصوة الحالب دي بتبقى غالبا اتكونت في الكلى وبعدين ابتدت تنزل في الحالب، وممكن حجمها يكبر وهي موجودة في الحالب. طب معلش، ممكن حضرتك تشرح للناس شكل الجهاز البولي؟ الكليتين موجودين في ظهر في الناحيتين دول، يعني حتى لما حد بيجي له مغص كلوي بيجي له مغص كلوي في الحته دي تمام. من ورا مش من قدام. ولو المغص الكلوي ده في بعض الاحيان بنلاقيه ان هو بيسمع في المنطقه الاماميه دي، ويبتدي ممكن يسمع كمان لتحت في الاعضاء التناسليه عند الراجل او عند الست، يعني في الخصيه او في طرف القضيب او المهبل. في المهبل من الخارج عند السيدات. ومكان الوجع ده ممكن يكون مؤشر هو مكان الحصوه فين. يعني هو لو حصوه في الكلى في الغالب بيبقى الوجع موجود في الجنب بس هنا ده او ده، لان احنا عندنا كليتين، كليه يمين وكليه شمال. لو في الحالب بنلاقي الوجع بيبقى موجود تحت شويه في البطن. لو هو في المثانه هنلاقي الوجع موجود في المثانه من تحت. وكلهم بيبقى فيهم اعراض، ممكن نلاقي دم في البول، حرقان في البول، البول لونه متغير ولونه متعكر، ممكن يبقى فيه دخول حمام كتير، ممكن يبقى فيه صعوبة في التبول. كل دي أعراض مصاحبة لكل الحصوات اللي موجودة في يعني هم الجهاز كل البولي. الاعراض، كل اعراض الحصوات في اي مكانها هي نفس الاعراض؟ لا مش نفس الأعراض، أنا قلت الأعراض دي بس لأن مثلا المثانة، لو حصوة في المثانة ممكن تعمل عرض تاني اللي هو احتباس بولي، لأن الحصوة هتقف عند فتحة فتحة مجرى البول اللي هي عنق المثانة، وتعمل انسداد لنزول البول. حصوة الكلى مش هتعمل انسداد، هتعمل ممكن التهابات اللي تخليها يبقى في حرقان في البول. فالحرقان والدم في البول والبول لونه متعكر دول في كل أنواع الحصوات. تمام. انما كل حصوه بيبقى لها اعراض خاصه بيها، زي مكان الالم على حسب مكان الحصوه، زي طبيعه الاعراض، زي ما قلنا احتباس بولي يحصل من حصوه في المثانه او حصوه في مجرى البول
ده يعمل انسداد لنزول البول ويعمل احتباس بولي. انما الحصوات اللي في الكلى ما تعملش احتباس بولي. انما الحصوات لو جم على الناحيتين في الكلى او في الحالب ممكن يعملوا فشل كلوي، لان هم هيسدوا نزول البول من الكليتين في نفس الوقت. لان لما بيحصل حصوه في الكلى على ناحيه واحده وحصل انسداد كامل من الحصوه دي، الكليه التانيه بتقدر تقوم بعمل الكليه المفروض تقوم بيه للجسم كله، فما بيبقاش فيه مشكله. انما في ظروف بتبقى سخيفه شويه ان ممكن يكون مريض بيتعرض لحصوات على الجانبين، ومن هنا اي مريض بيبقى عنده حصوات على الجانبين لازم يتعالج على الفور. انما لو واحد عنده حصوه في ناحيه واحده، ده ممكن اللي هو نقدر نمشي بالعلاج والمتابعه لو هي حصوات حجمها صغير او حصوات ممكن من النوع اللي بيدوب. انما لو حصوات موجوده على الجهازين البوليين الكلى او الحالب، فدول لازم يتعالجوا على الفور عشان الوقايه خير من العلاج، عشان ما يخشش فشل كلوي واحنا قاعدين مستنيين. اصل احنا بنعالجه بالادويه، ده من المواضيع الخطيره جدا. بمناسبة موضوع الكلية الواحدة دي، في ناس بتروح تبيع كليتها وناس بتبرع بكليتها. هل الموضوع ده بيأثر على الصحة، على صحته بشكل عام؟ هو مفيش كلام ان الجسم ربنا خلقه فيه كليتين، فده اكيد بيأثر على الصحة العامة. لان لو حصل مشكلة في الكلية التانية اللي هي السليمة اللي موجودة اللي ما اتشالتش وحصل فيها مشكلة، ساعتها ممكن المريض يعاني من فشل كلوي. انما هو جائز ان الجسم بيقدر يعني يبقى كل احتياجاته من ربع الى سدس كلية. يعني ربنا خالق كليتين، ده حاجه زي ما يكون اكسترا زياده، تامين، باك اب، عشان لو حصل اي خلل في اي كليه من كليتين التانيه تقدر تشتغل. ولو حصل خلل في كليه والتانيه حتى تعبت شويه فبقيه الكليه يقدر يشتغل. فسبحان الله ان ربنا مدينا يعني قدرات زياده كنوع من التامين على صحه الجهاز البولي والكلى ووظائف الكلى. يعني احنا زي ما حضرتك قلت، مضاعفات التهاب الحصوات او مضاعفات تكوين الحصوات في الجسم يعني ممكن يوصل بموضوع الفشل الكلوي. طبعا هل موضوع الكانسر بتاع الكلى والحاجات دي ليه علاقه له علاقة طبعا، لأن الحصوات لما بتبقى متسابة في الجهاز البولي لفترات طويلة ممكن تعمل تغيرات في الأنسجة بتاعة الجهاز البولي وتتحول إلى أورام سرطانية، وخصوصا في المثانة. يعني بتشوف كتير قوي واحد يقول لك أنا عندي حصوة في المثانة بقى لها 20 سنة، يا خبر أبيض ليه سايبها؟ أصلا مش عاملة لي أي مشاكل. فنقول له لا، لازم إنها تتعمل وما تتسابش. فنخش نعمل أشعات ومناظير ونفاجئ إن حصل تحولات في الغشاء المبطن للمثانة إلى خلايا سرطانيه. وفي الحاله دي بدل ما احنا هنعالج مجرد حصوه ان احنا نكسرها ونشيلها بالمنظار، هضطر عندنا ورم ان احنا الورم ده نشيله، او ممكن نضطر ان احنا نشيل المثانه كلها عشان حصل تغيرات في جدار المثانه وانها تحولت الى خلايا سرطانيه. وساعتها العلاج الافضل بالنسبه لها او المناسب ليها ان هو يتم استئصاله. طب هل يا دكتور موضوع الحصوات ليه علاقه بالصحه الجنسيه والصحه الانجابيه بشكل عام؟ هل بيأثر يعني؟ هو بصفة عامة أي حاجة بتأثر على الصحة العامة بتؤثر على الصحة الجنسية، لازم متفقين على ده. تمام. يعني لو حصل زيادة لو حصل التهابات في الجهاز البولي، ده ممكن يأثر على الصحة الجنسية. لو حصل قصور في وظائف الكلى وممكن يوصل إلى الفشل الكلوي، ده طبعا هيأثر على الصحة الجنسية. أي شيء بيأثر على الصحة العامة بيعمل تهديد مباشر على الصحة الجنسية خصوصا يعني، ومش بس، وممكن كمان يأثر على الصحة الإنجابية. فأي شيء بيأثر على الصحة العامة لا شك إن هيبقى له في الغالب تأثير على الصحة الجنسية والصحة الإنجابية. طيب طرق العلاج بتاعه الحصوات بقى يا دكتور، اللي هو الحالب والمثانه ده موضوع كبير قوي يا أحمد، بس نقدر نختصره في كلمتين صغيرين: إن على حسب مكان الحصوة، على حسب حجم الحصوة، على حسب نوع الحصوة، على حسب المضاعفات الحصوة عاملاها بيتحدد العلاج. العلاج بيبتدي يا اما علاج دوائي، ان احنا ممكن ندي علاج دوائي لبعض انواع الحصوات، زي ما احنا قلنا نوع الحصوه بيفرق في طرق العلاج. في بعض الادويه ممكن اللي هو بنسميها كيمولايسيس، ان احنا ممكن ندوب الحصوات ببعض الادويه. انما مش كل الحصوات ممكن تدوب، انواع بسيطه جدا. مكان الحصوه على حسب، لو هي حصوه في الكلى ساعتها ممكن نستخدم يا اما الموجات التصادميه المعروفه بالشوك ويف، ممكن نستخدم منظار الكلى، ممكن نستخدم منظار الكلى المرن والليزر. دي طرق علاج حصوات الكلى. حصوات الحالب يا اما برضو ممكن نستخدم لها الموجات التصادميه لتفتيت الحصوه، او منظار الحالب، او منظار الحالب المرن واستخدام الليزر. حصوات المثانه برضو يا اما ممكن
نكسرها بمنظار الليزر والليزر، او ممكن نكسرها بالمناظير ستون كراشنج، بنعملها كراشنج بالمنظار، نكسرها حتت صغيره ونقوم نشفطها. حصوات مجرى البول بيتم تكسيرها واستخراجها عن طريق منظار مجرى البول من مجرى البول. فهو علاج الحصوات بصفه عامه اهم حاجه فيه مكانها، حجمها، نوعها، شكلها، وبناء عليه بتحط خطه العلاج. ما نقدرش نيجي نقول والله الموجات التصادميه احسن من المنظار، او المنظار احسن من الموجات التصادميه، او العلاج الكيماوي هو احسن واحسن. كل حصوه لها طريقه وخطه علاج. في حصوات بيحتاجوا الى اكتر من سيشن، اكتر من جلسه، نتيجه لحجمها كبير او نتيجه لعددهم كتير. فالحصوات الحقيقه من الحاجات اللي بتحتاجها بلان، خطه. احنا هنتعالج من الحصوه دي ازاي؟ لان ساعات كتير قوي عيانين بيبقى عندهم حصوات كتير، فيبقوا عارفين خطه العلاج ان احنا هنعمل 1 2 3. فبعد ما يعمل مثلا منظار يتبقى مثلا حصوتين، يقول لك طب انت ما شلتهمش كلهم ليه؟ ما هو ده ما ينفعش في المرحله دي، ده ينفع في مرحله اخرى. هو اهم بقى من ده كله هي الوقايه خير من العلاج. بس قبل الوقايه، بس انا في عشان دي عايز من الحاجات المهمه قوي. قبل الوقايه ايه حاجه الحته اللي انت حضرتك مزنوق في فيها طرق بقى؟ علاج انت ما قلتهاش، ايه؟ زي الشعير والبقدونس. طب ما هو ده هنخش في الوقايه. لا ده انا لو انت عندك حصوه اشرب شعير خلاص بتدوب الحصوه. مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده الرجاله. عندكم في ها في القهوه بتاعتك اللي هي نادي الرجال السري. مين قال كده؟ الشعير هو الشعير بيعمل ايه؟ بيدر البول، يعني بيزود كميه البول فيساعد على ان الحصوه تتحرك وتنزل منها. طيب هي لو حصوه كبيره هنحتاج ده؟ لا، ساعتها محتاج تدخل. طب لو بقدونس؟ نفس القصه. انت ما جبتليش بقى اهم حاجه، الزيتون الاسرائيلي ده. ما فيش عيان بيخش يقول لي طب ما ينفع اخد زيتون اسرائيلي؟ ايه الزيتون الاسرائيلي ده؟ شفت لا بقى؟ ما عرفتوش. القهوه بتاعتك دي تعبانه. قهوه نادي جديده الرجال لازم. السري ده عيانه. قهوه فلسطينيين. تعبانه خالص. ده في حاجه اسمها الزيتون الاسرائيلي، بيتطحن وبيتغلي وبيتشرب، ده بيساعد على نزول الحصوات، وبرده من ضمن وظائفه الاساسيه او مفعوله الاساسي ان هو بيدر البول، فبيحسن على ان البول ينزل. الحاجات دي كلها عشان برضو الناس ما تتعبش نفسها، كلها موجوده في كبسولات. عشان في ناس كتير قوي بتتعب نفسها ويشرب شعير ويبقى طعمه وحش، ويغلي بقدونس ويبقى طعمه وحش، وياخد زيتون اسرائيلي ويبقى طعمه وحش، فما ياخدش منه كتير. انا يهمني بالذات للناس عشان نعالج الحصوات دي او نمنع الحصوات، هو السوائل بكثره. ايه السوائل اللطيفه السهله الكتيره؟ الفيروز، البيرال. عشان في واحد يقول لك انا كده بقى ممكن اشرب بيره، اكتب لي بقى بيره يا دكتور. لا، ما في بدائل غير البيره. القصب، دول حاجات كويسه جدا لانها بيكتروا من كميه البول ويضروا البول، فبالتالي يقدروا يغسلوا الجهاز البولي بطريقه سليمه. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن بنعملها للحصوات، خصوصا حصوات الحالب لو كانت صغيره، هو الرياضه زي نط الحبل، نزول السلالم. كل ده بيساعد على نزول الحصوه من الجهاز البولي في المجرى الطبيعي، وما يحتاجش الى اي نوع من التدخلات. بس ده برضو له علاقه بمكان وحجم الحصوه. يعني مش واحد يكون عنده حصوه كلى قد كده ويقول لك انا هنط الحبل عشان انزل الحصوه، هتنزل من فين؟ دي قد كده. فاحنا عشان نفكر برضو الساده المشاهدين المستمعين ان الحصوه بتتعالج على حسب حجمها، على حسب عددها، على حسب نوعها، على حسب مكانها. كل حصوه لها نظام في طريقه علاجه. بس انا في حاجه مهمه عايز اقولها، بس عشان موضوع شرب الماء كتير ممكن يعني يوصل ان هو الحصوات تعملوا مغص كلوي. حضرتك قبل كده قلت ان وقت ما يوصل للمغص الكلوي شرب الميه هنا ممنوع. فحابب بس حضرتك تقول لنا الجزئيه. طيب هو المغص الكلوي بيحصل ليه؟ عشان نفهم الموضوع ده. تمام. بيحصل لنتيجه انسداد في الطريق اللي بينزل منه البول. فلما يحصل انسداد يبتدي البول يزيد في الكلى، فبالتالي الضغط يزيد في الكلى. الضغط اللي يزيد ده يعمل مغص كلوي. وقت المغص الكلوي ده لو احنا شربنا سوائل كتير على اساس احنا الناس عارفه كده بطريقه طبيعيه، اشرب يا عم ميه واديها وبتاع، هنزود كميه البول. لما نزود كميه البول في جهاز بولي مغلق هيبتدي يحصل ايه؟ كميه البول تزيد، الضغط يزيد جوه الكلى، يحصل المغص يزيد اكتر مش يتحسن. فهو الشرب له اصول في ان احنا في الوقايه، ان احنا دايما نخلي بالنا بالذات في فصل الصيف وفي الاوقات اللي احنا فيها دي المانجا بقى، لان المانجا مليانه اوكزالات كتيره قوي، هي والفراوله والطماطم. ده طريقه خصبه ان احنا يتكون حصوات الاوكزالات.
فلازم نبقى واخدين بالنا من كميات الاكل اللي احنا بناكله اللي فيها الاملاح زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها. وساعتها مهم جدا ان احنا نشرب سوائل كتير. طب نشرب سوائل كتير قد ايه؟ يعني لتر 2 3 4 5 6. الحقيقه الموضوع له علاقه بدرجه الحراره. يعني انت هتلاقي دايما في الصيف الناس لما تيجي بتتبول تلاقي لون البول غامق. ليه بيبقى لونه غامق مع ان في الشتاء بيبقى لونه فاتح؟ عندك فكره؟ ما قالولكش الموضوع ده في القهوه؟ انا مالوش في الاول، بس انا عارف يعني. بقول لهم طب في القهوه الموضوع بيبقى ليه علاقه بكميه شرب الميه. لا انت غلط، القهوه غلط. غلط يا سيدي. اقول لك كلام القهوه ده كله في شنك. هو في الصيف ايه اللي بيحصل؟ مع درجه الحراره عاليه بتزيد كميه العرق. فلما تزيد كميه العرق يبقى اخراج السوائل ما بقاش كتير في البول، بيقل كميات البول بتقل، لان في كميه سوائل بتبتدي تطلع من العرق كتيره عشان تنزل درجه حراره الجسم. فبالتالي احنا في الصيف محتاجين كميه سوائل اكتر من الشتاء. في الشتاء كميه العرق هتقل فهنلاقي لون البول بقى فاتح. طيب يبقى احنا الثرمومتر بتاعنا او المقياس بتاعنا او الميزان بتاعنا لكميه السوائل هو لون البول. لما الاقي لون البول غامق يبقى انا معناها مقصر في الشرب. ايوه كده، اشرب ميه يا ابو حميد. لما نلاقي لون البول فاتح يبقى معناها ان احنا ماشيين مظبوط. كل ما يكون لون البول فاتح يبقى ده معناها ان تركيز الاملاح اللي موجوده في الكلى قليل، معناها ان انا هقلل من نسبه حدوث تكوين حصوات. يبقى دي اهم حاجه تساعدنا على الوقايه من تكوين حصوات. طب ايه تاني ممكن يفيدنا؟ فيتامين سي. وده ممكن مش لازم ناخد فيتامين سي. يعني مثلا في الشتاء في برتقان ويستفندي كتير، نكتر من اكل البرتقان واليستفندي لانه غني بفيتامين سي. وممكن ناخد فيتامين سي. ده ما يزودش الاملاح يا دكتور؟ الايه؟ البرتقال واليستفندي؟ لا، هو هيزود فيتامين سي. الاملاح بتاعت البرتقال واليستفندي ملهاش اي علاقه بتكوين الحصوات، انما الفراوله والطماطم والمانجا ليها علاقه بتكوين الحصوات. فهي مش اي املاح. يعني مش الملح بتاع السفره يعمل حصوات، لا هو ممكن يساعد انما ما يعملش حصوات. انما اللي يعمل حصوات زي الحاجات اللي فيها الاوكزالات، الحاجات اللي بتزود اليوريك اسيد. ايه اليوريك اسيد ده؟ اللي هو حمض البوليك، وده مرض مشهور قوي باللي هو بنسميه الجوت او داء الملوك. فدايما نخلي بالنا من نسبه اليوريك اسيد، ان نسبه اليوريك اسيد ما تزيدش عن المعدل الطبيعي. ومش بس المعدل الطبيعي، ما تبقاش نسبتها في المنطقه العاليه، لان في حصوات بتكون من اليوريك اسيد. طب نعمل ايه لليوريك اسيد ده؟ نقلل المأكولات اللي هي بتعلي اليوريك اسيد، وخصوصا الناس العرضه اللي هم عندهم انتاج اليوريك اسيد عالي في الدم. ايه المأكولات دي؟ الفول والبقوليات بصفه عامه، اللحوم الحمراء، الشاي والقهوه والكولا، المكسرات. هي دي الحاجات اللي بتزود اليوريك اسيد. يبقى هي دي الحاجات اللي نبعد عنها للناس اللي عندهم نسبه اليوريك اسيد عاليه. تمام. طب نقفل بقى حلقه بالوقايه خير من العلاج، وحضرتك نصايح حضرتك للوقايه من الاملاح والوقايه من الحصوات والوقايه من المشاكل اللي بتحصل في الجسم، وخصوصا ان احنا في فصل الصيف والمانجا كتيره قوي والناس ما بتعرفش تاكل مانجايه. المانجا دي من الحاجات يا اخي الغريبه قوي. يعني لما بتلاقي مانجا بتفضل تاكل مانجا لغايه لما المانجا تخلص، مش لغايه لما بتشبع. لان دي حقيقه. فانت بتديها مانجا. فطبعا في كميه اوكزالات واملاح. نوع المانجا اللي تحبه يا دكتور؟ طبعا العويس والفص، دول نمره واحد. نمره اتنين بالنسبه لي التيمور. تيمور؟ الجديده دي بالنسبه لي يعني مش جديده، كان هو جديد ان حد يحب التيمور. لا انا بحب التيمور جدا، بس هو مش كتير. هو اكتر حاجه موجوده دايما في السوق هتلاقيها هي العويس والفص والزبديه طبعا بقى، والحاجات السكري طالع اليومين دول السكري وكده. بس دي عشان فيها لحم كتير، يعني كميه في ناس بتحب بس انت لو كيف هتاكل فص طبعا. عندكم كام في المعادي ما تعرفش؟ ها؟ كام في المعادي هنا؟ والله يعني متهيألي وصل 150. يا نهار ابيض. انتوا عندكم بكام؟ امبارح في بنها كان الفص ب 120، بس في اسماعيليه ب 80 و90 يعني. لا انا بجيبه ب 100 من الراجل بتاعي، بس الراجل بتاعي بعالجه. ايوه. بيتعالج عندي فبيداني 100، وساعات كده اديني كمان شويه فوق. اتكلمنا بس عن مميزات ان انت تبقى دكتور المسالك بوليه. مميزات كتيره قوي. يعني تروح لبتاع الكاوتش اللي انت بتعالجه فيدي لك كاوتش بسعر كويس قوي، بطاريات بسعر كويس قوي، الفاكهه زي ما انت شايف كده ساعات يحاسبني باسعار كويسه وساعات يجيبها لي هديه. بس في على فكره عيانين قوي، يعني ناشفين قوي، يعني ما يطلعش اي نوع من المجاملات، وانت تبقى مثلا مجامله في كشوفات، في تحاليل، في اشعاعات. لا في ناس بتبقى ناشفه في ادويه. انسى. الناس بتعمل معاك انت ديلر. مفيش ادويه يا دكتور، ما عندكش عينات يعني. الناس بتعمل معاك انت ديلر. بتاع عايزين ياخدوا بس.
بس وفي شخصيات عامه طبعا انا عارف يعني حضرتك اه بتعالجوا مع حضرتك اه لا لا، في ناس طبعا اخلاقها عاليه جدا حقيقه يعني، مش عايزين نتكلم عليها مش عايز. عشان دي اسرار ناس. هو انا باشا حضرتك برضه. 3 حاجات انا عايز بس اقولهم مهمين موضوع الحصوات: شرب كتير، والمؤشر بتاعنا الميزان بتاعنا لون البول، لون البول يغمق لازم نشرب كتير. تقول لي اشرب ايه؟ اشرب اي حاجه، ميه، قصب، بيرل، فيروز، كل دي حاجات كويسه جدا. انما اسهل حاجه هي الميه، موجوده جنبينا على طول. الحاجه التانية فيتامين سي، هناخد فيتامين سي دايما بطريقه منتظمه، لان ده مفيد لحاجات كتيره قوي، مفيد لعدم تكوين الحصوات، ومفيد كمان للشعيرات الدمويه والانسجه والهيلينج، بيحسن من دايما الهيلينج بتاع الجروح. والحاجه الثالثه وفي ناس كتير ماشيه عليها بس ما تعرفش فوائدها، الاسبرين، البيبي اسبرين. بيبي اسبرين من الحاجات اللي بتقلل تكوين الحصوات، فالمرضى اللي هم بيكونوا حصوات كتير بننصح لهم ان هم يمشوا على البيبي اسبرين. بس ده بيزود السيوله يعني في يعني ايه علاقته بيقلل تكوين او تجميع ال الاملاح مع بعضيها عشان تكون حصوه، اه زي ما هو بيستخدم للناس الكبار عشان الوقايه من ان يحصل جلطات. فيبقى ايوه. احنا قلنا الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنقول عليها دايما: ايه؟ الوقايه خير خير من العلاج. يا دكتور معلش قبل ما نقفل، ها. آه، ايه اغرب موقف حضرتك قابلته في موضوع الحصوات ده في المستشفى في طوارئ؟ فانا حضرت معاك موقف زمان ايام ما كنا بنصور عمليه، احنا قعدنا حصوه كانت بنشيلها، قعدنا مثلا بتاع 3 ساعات ونص، واليوم ده احنا ميه ومحلول لو حضرتك تفتكر. ايه اللي حصل يعني؟ لو في موقف قبلك مثلا غير ده ماشي، لو هو ده الموقف ممكن تقول لنا عليه. لا، هو اكتر من المواقف اللي هي الواحد ما بينساش، ان هو الواحد وهو شغال. يعني مره كنت شغال في حصوه كبيره جدا، وقعدنا فتره طويله قوي نكسر فيها ونشيل فيها، واحنا قبل ما نخلص الحصوه بربع ساعه المنظار باظ. فكان في مشكله كبيره ان المنظار اللي احنا شغالين بيه باظ، والعيان متبنج ومش عارف نكمل. لولا ان احنا دايما عاملين باك اب وبنبقى جايبين منظار تاني كباك اب، فطلعنا المنظار التاني وقدرنا نستخدم المنظار التاني وخلصنا الحلقه على خير. بس طبعا قبل ما الناس تبقى عارفه ان في منظار تاني، طبعا كان في نوع من الهرج والمرج والقلق، ان يا نهار ابيض هو عشان المنظار باظ العيان ده هيصحى من غير ما نكمل له عمليه. لا، دايما احنا بنبقى عاملين بلان بي في القصه دي عشان نقدر يعني نبقى حاطين دايما خطه مرجعيه لو حصل مشكله في اثناء الشغل. يا باشا دايما بالتوفيق يا رب والنجاح نجاح كده ان شاء الله. الوقايه خير من العلاج. ان شاء الله.